السلام عليكم سيداتي الغزاله، كنتمنى تكوني بخير وعلى خير. دابا جيتك بواحد الوصفه ديال ان كيك او شوكولا، كنظن كلشي كيعجبو الكبار والصغار، الوليدات الصغار وحنا كذلك. تقدري لي سبيسيال في هذا لو كيك انك تقدري توجديه بسرعه، والا جاو عندك شي ضياف، الا جا كان كرو، بغيتي شي حاجه حلوه، بغيتي شوكولا صحي وسهل جدا جدا. لي زوين في هذا لو كيك ان كاينه اون بارتي د السوائل غنخلطوها هنا، والنواشف غادي نديروها هنا، وغادي نخلطوهم وندخلوهم للفران. سهل وبسيط، بقاو معايا. العارفين يقول لك التخلية والتحلية. يعني ايه؟ تخلية القلب من الشهوات والأهواء والأطماع والنوايا السيئة والشرور خواطر الغفلة. تخلية. بعد التخلية التحلية. ايه هي التحلية؟ ان تكون مع الله طول الوقت بالتسبيح والذكر. طيب طبعا لو كنت مع الله تبقى مع العالم كله، لان ربنا بقى سبحانه وتعالى عنده صالة الاستماع. ما هو ربنا سبحانه وتعالى عنده السويتش كله بقى، مش بيده مقاليد كل شيء، فاذا كنت عنده هتسمع كل شيء، لان هو عنده السويتش وعنده صالة الاستماع. فاذا وصلت عنده، وصلت أصبحت من أهل القرب، تبتدي تسمع، لأنك بقيت في صالة الاستماع. لأن القلب بعد التخلية من الشرور والتحلية بذكر الله تعالى والقرب منه يصبح مؤهل، خلاص أصبح لائق للتنزلات وللإلهامات وللعلوم الراقية. فأصبحت بالطريقة دي تسمع ما لا يسمع، وترى ما لا يرى، ربنا يقول للإنسان في الحديث القدسي: خلقتك لي. شوف كلمة خلقتك لي دي جميلة قد إيه. وخلقت الأشياء كلها لك فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يعني ما تقعدش تنشغل وتقعد تجمع فدادين وبتاع وفلوس و100,000 راس بقر. ما هم دول خدامينك، دول معمولين خدامينك، هم هيروحوا لك. واحنا شفنا دلوقتي العادة في البكتيريا عمالة تشتغل في النقطة، مليون زبال بيشتغل مجانا كده بالتسخير الإلهي. فبيقول له ما تشغلش نفسك، ما هو دول كلهم لك، ده مخلوقين لك، إنما فكر في اللي أنت مخلوق له.